بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا ايه طريقة البيتزا. اختي كل شوية وجع دماغي، اعملنا بيتزا اعملنا بيتزا. ما فيش وراها الا البيتزا. لا ماشي. جاية هي وولادها عليا، انما نعملها يوم مرة تقضي وخلاص. عشاء غدا اهو تفضل طول النهار. احنا معانا دلوقتي كيلو ونص دقيق او ممكن برضو بدخن في كيلو ونص دقيق. معانا هنا حطينا معلقة ملح و3 معالق سكر كبار، وواحدة خميرة وواحدة ونص بيكنج باودر، واتنين زبادي. هنا حطينا بيكنج باودر اهو. قاعدة اشاور على حط واحد واحد ونص واحد. المهم حطيت كان هنا نص واحد اهو برضك معانا حطيته. وهنقلبهم، نقلب المكونات كلها الناشفة دي مع بعضها الاول عشان تلف مع بعضها. قاعدة محتارة احط النص دول ولا اسيبه، وفي الاخر حطيته. ومعانا 2 زبادي ومية دافية، ما تكونش سخنة، ما سخنة أوي، مية دافية فترة خفيف كده عشان تخمر لنا العجينة على طول. ناخدها بقى بعد ما نلفها بالزبادي الأول، عشان الزبادي بتعطيلها طراوة. وعندك لبن رايب اعجني بيه، ما عندكيش كوبايتين الزبادي بيمشوا الحال. وكملي بمية، مية دافية عشان تقوم الخميرة معاك. هفضل التانية اهو، وهنعجن هنلفها بقى في بعضها الأول. وبعدين هنقوم جايبين عجنها بقى بالمية، مية فترة كده خفيف، نلفها مع بعضها. وبعدين بقى نقوم ماسكينها بقى عجنينها. وهنعجنها حبة بحبة، شوية مية بشوية كده ما تكتروش، لأن بتبقى في نوعيات بتاخد مية ومن الدقيق. نوعيات دي بتاخد مية كتير ونوعية متاخدش. أنا حطيت البرطمان ده ونصه كمان على دول، وكفاية على كده. كانت العجينة معانا حلوة، بس بقى عاوزة بقى عجن محترم. تعجنيها دي كده بعد ما تعجنت معانا، عجنتها طرية وجميلة. بتحط لها بقى في الاخر بقى شوية زيت بتلمها بها، وحاطة شوية زيت وبتقوم لمعاها بقى عشان ما تلزقش في الارضية البلاستيكية ولا حاجة. البلاستيكية فاضية في ايدينا. شوفي العجينة مطاطة ما شاء الله جميل. رخرة خمرت في ثواني. والحتة اللي تقرصيها على طول ما شاء الله بتخ معاكي وبتبقى حلو. كفاية زيت. كنت لسه بس فاتحة ازازة الزيت فكانت كتير. حطيت زيت. عاوزة عجن حلو. هنا بقى معانا صلصة. لو عاوزة بقى تجيبي طماطم تعملي حبيتين طماطم، وتجيبي عليهم بصلاية وفصين توم وتضربوهم في الخلاط. تسويهم الأول على البوتاجاز وبعد كده تضربهم في الخلاط عادي. عاوزة بقى مستعجلة وعاوزة تعمليها جاهزة بقى، الصلصة مع كيسين 3 كاتشب وشوية مية، وبتقوم مقلبهم في بعض. تحط لها شوية ملح شوية كمون شوية زعتر ملح، وتزوديها شوية مية على خفيفة شوية عشان ما تبقاش تقيل بس. وبتدهني بها الوش بتاعها، وشوية شطة عشان ما فيش فلفل حراق في الشطيط. قلنا نحط لها شوية شطة عشان تبقى كلها واخدة حرارة في بعضها. معلقة الملح
مش لاقيه باين البتاع اللي هتحطه لسه. وده الكزبره، وده الكمون، شويه الشطه بقى ضعهم. تجيبهم من عند الجيران ولا ايه؟ وده الشطه، وقلبيهم بقى مع شويه ميه. بس يا ماما، ونسينا وشويه الزعتر تدي لها ايه، طعم حلو. ده خلصناه معانا اهوت. نجيب بقى الطماطم والفلفل، جهزنا الزيتون معانا، وده الجبنة بتاعتها. دي كده حاجتها هي دلوقتي جاهزة. واقفة بقى ايه، الفلفل اهو، وده الطماطم قطعنا الفلفل حتت صغيرة والطماطم حتت صغيرة. معملناهاش كبيرة لان هي البيتزا ايه هنعملها ايه صغيرة، ما نعملهاش كبيرة، تبقى على قد العيل لو خد حتة على قد اللي ياخد ايه منه، ما يرهرش فيها ولا حاجة. شوفوا ما شاء الله، كانت الكور بتاعتها 5 بس كده، ولقيناها ايه الواحدة بقت قد ايه، وكانت بتتفرد على طول لانها خدت خميرتها حلو. ده اول صينية معانا اهيت، ودي التانية وهي عجينة. تحط الحاجة بتاعتها عليها، انه نسوي بقى في الفرن. ولعنا الفرن يحمى شوية ونسويها بقى. دي هنا الصلصة الاول اللي انت حطيتهم في الصينية، وبعد كده تحط لهم فلفلهم كلهم مع بعض قبل الزيتون وقبل الجبنة، كل حاجة ايه ورا بعضها. العصافير بتاعتنا مش عايزة تسكت، ايه الصدعة دي؟ كانت هنا البيت. المهم ما علينا. اعملي البيتزا كده وجربيها وقولي لي ايه رأيك. ولا هي جميلة، واللي دقها صراحة شكر فيها، يعني ما كانش ايه آه، مستغربة، يعني بقول طعمها حلو وبتقولك ايه حلو، شكلها حلو لذيذ، يعني بتقولك مش مصدقة يعني ايه اللي هي معمولة ايه على الايه. تقولك احسن من اللي مشرية 1000 مرة. اه طبعا، حاجة اللي بتعملها في البيت بتبقى احسن من اللي انت شارياه، بتتكلف فيها معاكي وبتبقى حلو تاكلها حتى وانت واثقة فيها. قاعدة محتاسة هنا لوحدي بقى بعمل، قلت حد يعمل معايا، محدش عمل معايا. هنا ديت كانت اول صينية طلعت معانا اهيت، حطيناها رصيناها اهيت، بس ما شاء الله كانت جميلة. وشوف وجربوها كده وقولوا رأيكم. وما تنسوناش باللايك والشير، وتشتركوا في القناة. عندنا الصاج ده جميل برضو، بس الصاج ده ما بتحط على الأرضية بقوم لادع على طول، عاوز تحط تحته حاجة ألمونيا عشان يبقى حلو معاك. انا رافعاه هنا على صينية تحت، حاطة صينية في الأرضية، دي مش نازلة على الأرضية دلوقتي، مرفوعة على صينية عشان بلدع على طول، قبل ما تستوي تلاقيها اتلدعت من تحت. كده ايه كده خلصت معانا بقى، اتفضلوا ايه معانا، اشتركوا بقى في القناة وحطوا لنا لايك. شوفوا أرضيتها ما شاء الله جميلة، ما اتحرقتش ولا حاجة اهي. أرضيتها حلوة من الصينية اللي حاطينها تحت الصاج دي. لكن لو الصواني اللي هي الألمونيا بتطلع حلو، نحطها على الأرضية مفيش فيها حاجة.
ودي الكمية كلها اهيت، ما شاء الله عاملين شوية محترمين. ولو اتحطت في التلاجة عندك، حطها في كيس وحطيتها في التلاجة، اللي عاوز بطلع يسخن. نبقى نعملها اصغر من كده، بس هي جت المرة دي كبيرة، مش كبيرة، وسط.